انت عارف ان في ترقية ممكن تكون السبب في رفضك؟ الحقيقة ده مش كلامي، ده في واحد اسمه بيتر عمل بيتر برنسبل او قاعدة بيتر، بتقول ان الناس بتفضل تترقى في اماكنها لحد لما بتوصل في لحظة معينة بتبقى فيها عدم كفاءة فبتترفض او بتضلم. القاعدة دي بالبلدي كده بمعناها ان انت النهاردة ممكن تحس ان مديرك كان اشطر واحد وهو شغال جنبك، ولكن اول ما بدأ يترقى يبقى مدير عليك انت حسيت ان هو بلح. الكلام ده بيحصل ليه بقى؟ بيحصل لان مديرك ممكن يكون اشطر حد شغال في التكنيكال، ممكن يكون كان اشطر حد شغال في الحاجه بايده، لكن عشان تترقى انت محتاج يكون عندك امكانيات تانية، زي مثلا انك تبقى مدير شاطر، انك يبقى عندك leadership سكيلز. مفيش حاجه اسمها في الدنيا انا عشان اترقى في مكاني لازم اكون اشطر واحد في الحاجه اللي بعملها دلوقتي. محدش بيترقى كده. انت بتترقى لما تكون اشطر حد بيعمل حاجه بتاعت دلوقتي، لكن كمان بتجهز نفسك لامكانيات بعدين او الكرسي اللي بعد كده. فعشان تترقى وتكون شاطر لازم يكون عندك كل المهارات بتاعت مكانك دلوقتي، وتشتغل كمان على مكانك اللي بعد كده او الكرسي اللي بعد كده عشان تكون مالي مكانك اول ما تترقى، وعشان ما تكونش ترقيتك هي سبب في رفضك.